انا اتنصب عليا في العفش بتاعي قبل الفرح باسبوع، فياريت لو انت عريس تكمل معايا الفيديو ده للنهاية، لان فيه كمية نصايح لازم تاخد بالك منها وانت رايح تجيب العفش بتاعك. بكل بجاحة وبكل صراحة قال لي انا هنصب بيها على واحد تاني بكرة وبعد كده اديها لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. والفيديو ده لأي عريس رايح يجيب العفش بتاعه. قبل ما تبدأ تجيب عفشك كده سيب لي نفسك 5 دقايق علشان تعرف ايه اللي حصل معايا وانا بجيب العفش. الكلام اللي انا بقوله لك ده محدش قاله لي، ده انا عشته بنفسي في لحظة ما كنت عريس. وفي البداية كنت بدور بقى على العفش بتاعي زي اي عريس متحمس ان هو يبدأ يدور على العفش بتاعه. فدورت في معرض واثنين وثلاثة لعند ما اتصادفت بمعرض، وبدون ذكر اسماء لان هو ترجاني ان ما اقولش اسمه. لقيت معرض عنده ما شاء الله بدل المعرض 5 معارض او 6. معرض كامل للانتريهات، ومعرضين كاملين لاوض النوم، ومعرضين للسفر، ومعرض لاوضه الاطفال. فمكان فخم ومكان كويس، وكانت اسعاره بالنسبه لي حلوه وكويسه. فقلت لازم اكمل معاه الباكج بتاعي كله، اللي هو اوضه نوم وسفره وانتريه واوضه الاطفال. قلت هاخد كله من عندك بما انك اسعارك حلوه واتكلمت معانا باسلوب حلو. وكان معشمنا ان هو المصنع، وان اي حاجه في دماغك او اي حاجه في خيالك هو بيصنعها عنده، يعني ما تبصش بره بمعنى اصح. وبصراحه انا كان نفسي اشيل حاجتي في وقتها، بس هو من التصميمات والفيديوهات اللي وريها لنا على الشاشه، فطبعا خطيبتي طمعت في اشكال احلى، وقال لها انا هصمم لك نفس التصميم ده، واغرانا بالفيديوهات والحاجات الجميله اللي بيوريها لنا وبنفس الجوده اللي انتوا شايفينها. ففي الوقت ده عرف مننا ميعاد الفرح، واحنا من خيبتنا قلنا له ان ميعاد الفرح فاضل عليه 3 شهور. فادانا ابعد ميعاد ممكن تتخيله، قبل الفرح ب10 ايام. يعني انا قلت له فرحي في اول 9، اداني الميعاد في 20/8. فده كان اول اعتراف صريح مني وبنية سليمة للي قدامي ان هو هيديني حاجتي بنفس اللي انا متفرج عليها. فالمهم كتب عنده في السكتش ميعاد التسليم 20/8. فانا قلت له لا بدر الموضوع شوية، انت كده اخرتني خلاص قبل الفرح ب10 ايام. قال لي ده الميعاد اللي عندي مناسب واللي هلاقي نفسي فيه فايق ان انا اعمل لك شغلك. بس هو كانت في نيته وفي ضميره عكس كده، يعني بيديني ميعاد وانا متدبس فيه في الفرح خلاص. المهم وافقت لان المكان كبير والمعرض كبير، وما تخيلتش ان اي حاجة تحصل فيها غدر. المهم ساعة الاستلام بيوريك حاجتك وهي متغلفة كده من غير ما تفتحها، وبيقول لك هي تيبيكال نفس اللي انت شفتها قبل كده، وتعالى احنا نخلص مع بعض بقية الوصل وبقية الفلوس اللي عليك. فقلت له يلا بينا، ومدي الامان. طبعا بيشربك قهوة وبيقعد يتكلم معاك عقبال ما يكون الرجالة حمله. المهم حمله وجم عند البيت، بفتح العفش بتاعي، وهنا كانت الصدمة ان مش ده العفش بتاعي. عفش سوقي، عفش شعبي، عفش غير اللي انا متفرج عليه ومختاره جدا. عفش كده بتاع رومابيكيا. حسيت ان خلاص فاضله غير مايك واقول حديد قديم خرد قديمه للبيع. فاتجنيت وقتها وما نمتش طول الليل. وانهيار اعصابك بقى قبل الفرح بتاعك بكام يوم وتاخد عفش زي ده؟ فاتجنيت، رنيت عليه. وريته صور للعفش، قلت له ده العفش كله متخبط وكل البويه متقشره، ومش ده عفش اللي انا متفق عليه ولا ده الماتيريال بتاعه. فبيقول لي هبعت لك نقاش ونجار يظبطوا لك العفش عندك في البيت. قلت له النقاش والنجار هيعملوا لي ايه؟ مش ده عفشي اساسا، الماتيريال بتاعه مش هو. بيقول لي لا هو. قلت له طيب تمام. وتاني يوم طلعت عليه مباشره. واول ما عرف ان انا ليا شغل على النت ومراتي ليها شغل على النت بلوجر وانا يوتيوبر، طبعا دخلنا له بالكاميرا على طول وقلت له انا بكره هفضحك، والمكان بتاعك سمعته هتروح في 60 داهيه. ما انا دي مش حاجتي اللي انا المفروض استلمها منك. قال لي خلاص سيب الحاجه واديك فلوسك. قلت له فلوسي دي عندك بقالها 4 شهور، جاي بتقول لي اديك فلوسك قبل الفرح ب4-5 ايام؟ بيقول لي خلاص انا كده ده اللي عندي. ده اللي عندك ازاي؟ المهم حصلت مشادة ما بيننا ومشكلة، وناس دخلت من الشارع تحل. فقالت يا جماعة الشارع ده كده كل البياعين اللي فيه نصابين. هو مش العموم الشارع ده بس، كل بياعين الموبيليا بيوروك حاجة وبيدوك حاجة عكس اللي انت شفتها تماما. فمن الافضل ليك انك تاخد حاجتك وانت رايح،
يعني دفعت فلوسي هاخد حاجتي النهارده، اتفرجت عليها النهارده، حمل لي دي، تعمل لي بقى من المصنع وتعمل لي حاجه شبهها واحسن منها وديكورات جامده. قول له انا مش عايز الكلام ده، انا عايز الحاجه اللي شفتها دلوقتي دي تحلها لي وتديها لي. المهم بعد ما الناس دخلت ما بيننا، اداني السفره بتاعتي واداني اوضه الاطفال واداني الانتريه، بس مسك اوضه النوم. قلت له طب ليه؟ انا عايز احمل كله بالمره. بكل بجاحه وبكل صراحه قال لي انا هنصب بيها على واحد تاني بكره وبعد كده اديها لك. قلت له انا عايزها دلوقتي بالمره. قال لي لا، حلفني ساعتها 60 يمين والناس كانت قاعده شاهده عليه ان هو الاوضه دي هيديها لي، بس مستني ينصب بيها على حد غيري. الله اعلم غيري ده اتنصب عليه ازاي وايه اللي حصل معاه. في العموم عشان ربنا عارف ان الجني اللي انا تعبان فيه ده جني حلال وجني جايبه بتعب وشقه، وتعبت بجد عشان اجمع فلوس العفش وفلوس الجواز والشقه وكل ده. ربنا وقف جنبي وسخر لي ولاد الحلال اللي خلاني اخد حاجتي اللي انا اتفرجت عليها، حاجتي النظيفه اللي انا كنت شايفها. فالنصيحه المهمه اللي المفروض اقولها لاي عريس، طبعا تدفع فلوسك تستلم حاجتك اللي انت شايفها قدام عينك، تقول له انا عايز الحاجه دي وتقف عليها وهي بتتحل قدامك. لو قالك في المخزن شبهها بالظبط ومتغلفه، ما تستلمش حاجه متغلفه، تفكها كلها وتبص لحاجتك درج درج وضلفه ضلفه. ما دي برضو فلوس وتعب، انت مش حاطط فلوسك في الهوا. طبعا في الفيديو ده هنزل لكم الاوضه اللي انا مفروض كنت دافع فيها 65,000 جنيه، وبعد كده الحمد لله غيرتها واخدت حاجتي. فيمكن ربنا سترها معايا وجيت دلوقتي بعرفك قبل ما تشتري وقبل ما تروح تتخم زي ما انا اتخميت قبل فرحك. فلازم كده تركز وانت بتحمل عفشك وتاخد بالك من كل حاجة بتتحمل لك، واوعك تزنق نفسك قبل الفرح ب10 ايام زي ما انا عملت، علشان ما يحصلش معاك موقف ما تعرفش تحله. الحمد لله انها اتسترت واتحلت معايا. وفي النهاية أنا حبيت أعرفكم تجربتي مع العفش اللي أنا كنت جايبه للجواز بتاعي، فياريت تكونوا استفدتوا من الفيديو وتشيروه علشان لو في عريس تاني ما يتخمش ويتنصح بنفس النصايح اللي أنت استفدت بيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.